لو انت بتتابع القصص الدينية اللي كانت بتنتشر في أوائل 2010 وكمان الوثائق في الفترة دي، أكيد في مرة قابلت قصة المدينة الملعونة أو مدينة الفاحشة اللي أهلها ماتوا بسبب بركان مفاجئ وتحولوا لحجارة وكانوا في وضعيات جنسية. إيه رأيك لو قلتلك إنه كان من ضمن الناس المتحجرين دول شوام وشمال أفارقة من سكان المنطقة والشرق الأوسط؟ تابع معانا. تخيل معايا مدينة كاملة اتجمدت في الزمن. مدينة رومانية اسمها بومبي كانت موجودة في كامبانيا بإيطاليا بالقرب من نابولي، وسنة 79 ميلادية انفجر بركان فيزوف ودمر كل حاجة في ظرف ساعات فقط. المباني، الشوارع، التماثيل، اللوحات، وحتى أجساد الناس اتدفنت تحت الرماد والانبعاثات البركانية واتحجرت للقرون لغاية لما تم اكتشافها في القرن ال 18 ميلادي. وهنا بدأت القصص الدينية تتكلم عنها لانتشار قصص الضحايا المتحجرة كغضب إلهي على سكان المدينة. الميزة إن الكارثة حافظت التفاصيل اليومية من حياة سكان الإمبراطورية الرومانية دول بشكل ما حصلش قبل كده، الملابس والأدوات والنقوش ومئات الضحايا اللي اتحجروا على هيئاتهم الأخيرة. ومن وقتها بقت بومبي واحدة من أشهر المواقع الأثرية في العالم ومصنفة كتراث لليونسكو. الجديد إن العلماء بدأوا يستخرجوا الحمض النووي القديم Ancient DNA من الهياكل دي عشان يعرفوا هويات الأشخاص وأصولهم الجينية. طب والنتيجة؟ طلع أصول أغلب بقايا سكان بومبي مرتبطة بمهاجرين من مناطق البحر المتوسط الشرقي زي الأناضول وجزر بحر أيجا، ونسبة أقل من قبائل اللاتين الرومانية الإيطاليكية الأصلية، يعني الناس دي ما كانتش قبائل الرومان. والمفاجئ بقى انهم لقوا مهاجرين جم من مناطق الشام وشمال افريقيا. لو هتشوف معايا في الصورة هنا هتلاقي ان الهيكل رقم 1 ظهرت نتائجه الجينية من الشام بعد الفحص الجيني سواء كاختلاط او سلالة، ويبدو انه مهاجر حديث. بينما الشخص رقم 2 اللي هو تحتيه فيمتلك أصول من شعوب شمال أفريقيا والسلالة EL19. والهيكل بقى رقم 3 هو عبارة عن ولد صغير فوق الرجل الشامي، والولد اتضح انه اصوله من الاناضول اللي هي دولة تركيا الحالية. ثم الهيكل رقم 4 لشخص من الاناضول برضه، والهيكل رقم 5 لشاب بيحمل سلالة من شعوب شمال افريقيا. وبالتالي انت هنا بتفهم من التعدد الكبير في اصول الافراد الموجودين دول. المفاجئ كمان ان التفسيرات اللي كان المؤرخين بيعملوها زمان بناء على شكل الاجساد اتغيرت تماما بعد فحص الجينات، زي مثلا حالة كانت بتعتبر ام وطفلها اللي هو الشخص الشامي رقم 1 والولد اللي فوقيه من الاناضول رقم 3، ما طلعوش ام بتحمي طفلها زي ما كان الاثريين فاكرين، لكن طلعوا جينيا رجل وطفل ما لهمش صله ببعض ولا اي قرابه، واحتمال الرجل كان بيموت وهو بيحميه اصلا. وفي 2 غيرهم كانوا متفسرين انهم اختين في حضن بعض، وظهر ان واحد منهم على الاقل ذكر والثانية هي أكبر سنا منه فهي غالبا أمه جيني. بخصوص بقى مدينة الإباحية أو الفاحشة والكلام اللي كان طلع عنها، فده لأنه بعض علماء الأركيولوجيا اكتشفوا مجسمات جنسية ولوحات على حد تعبيرهم في بعض البيوت، وكمان كان بيتم ترويج إن الوضعيات بتاعتهم ذات شكل إباحي، إلا إنهم ببساطة كانوا ناس شايفين البركان والحمم داخلة عليهم وماتوا من الهلع وبحماية وقرب قرايبهم. ويمكن حتى فيهم ناس كانت بتحمل الأطفال الصغيرة زي الجسد رقم 1 و3. الجينات مش بس بتكشف عن أصول الناس، لكن كمان بتعيد كتابة الحكاية وبتورينا إن افتراضاتنا الجديدة عن الماضي ساعات بتكون مضللة، وإنه إذا كان ده عقاب إلهي أو نقمة من السماء فنسأل الله العظيم إنه يحمينا ويحفظنا، بس برضه مش عايزين مبالغات في القصص.